التوتر في الامتحان ممكن يضيعك حرفيا لو انت حتى مذاكر كويس وشاطر وحالل وسامع كل حاجة، بس اتوترت في الامتحان ممكن لا قدر الله تروح في داهية. فركز عشان تتجنب التوتر في الامتحان. اهم حاجة صديقي الجميل لازم تعملها عشان تتخلص من التوتر نهائي الا وهو حسن التوكل على الله. انك تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى حق التوكل، انك تعتمد على ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء طالما انت عملت اللي عليك. اعمل اللي عليك، خد بالاسباب، والباقي مش بتاعك، النتيجة في ايد ربنا سبحانه وتعالى. ده يا جماعة التوكل على الله. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلوا عليه: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني بتطلع بطنها فاضية وترجع بالاكل بتاعها ورزقها كامل متكامل. فيا صديقي احسن التوكل على الله، سيب كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى، خد بالاسباب اللي امرك بيها، وسيب مستقبلك بايد ربنا سبحانه وتعالى، والله لن يضيع تعبك ولا سعيك. تاني حاجة يا شباب مهم جدا جدا ليلة الامتحان وخاصة اول امتحان، ارجوك ابعد عن الاخبار. التليفون ده يتقفل تماما. يوم الامتحان بالليل او ليله الامتحان كل اللي انت محتاجه بعد عناء وتعب سنه بحالها انك تقفل التليفون، انك تقفل اذانك عن اي حاجه وكل حاجه، ما تسمعش لاي حد. اقول لك على حاجه، لو واحد صاحبك رن عليك كده بقول لك ايه معايا الامتحان، قول له خليهولك، يعني خليه معاه. فاهم قصدي؟ ما تسمعش من اي حد خالص، لا حلو ولا وحش. اي حاجه تسمعها من بره هتؤثر عليك سلبا. اتفقنا؟ فيا شباب محدش يتابع الاخبار، محدش يتابع الخناقات، محدش يتابع المشاكل. فكك، انت مش مصلح اجتماعي، انت اللي يهمك مصلحتك وبس. ومصلحتك انك تنام بالليل، تصحى قبل الامتحان، تروح تمتحن بس. طيب ثالث حاجة مهمة جدا يا شباب عشان حرفيا نتخلص من مشكلة التوتر بالكامل، ردد دايما يا صديقي الجميل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله بإذن الله ده هيبعد عنك أي شعور بالتوتر أو القلق. واوعى تكون بتفهم بس حسبنا الله ونعم الوكيل دي إنها دايما في الانتقام أو في الشر أو الكلام، لا خالص. الناس بس يا جماعة بتسيء استخدام الجملة، لكن حسبي الله إن ربنا سبحانه وتعالى حسبي ووكيلي ويكفيني عن كل شيء. تمام؟ فردد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى يا جماعه اختصارا عشان ما نبقاش توهناكم، يعني تبقى انت راصص النقاط كويس جدا جدا عشان تتخلص من التوتر: اولا حسن التوكل على الله، ثانيا ابعد عن الاخبار ونام كويس، ثالثا ردد لا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.